السلام عليكم ورحمة الله. زي ما وعدتكم في الكومنتات إن أنا هعمل لكم وصفة زيت عشان نعالج بيه البطانة الإخمصية. للأسف طبعا في ناس أساءت الظن بينا وشككت في كلامنا إن إحنا هنعمل الزيت ده أو هنبعت الوصفة نفسها. دلوقتي بقى إحنا مش هنبعت، ده إحنا هنعمل الوصفة نفسها. وأظن اللي إحنا هنعمله ده قد يكون كافي إن إحنا نثبت حسن ظننا للناس اللي بتسيء الظن فينا. طيب احنا هنبدا الاول بالمكونات بتاعتنا. احنا جايبين ادي الميه دي مغليه، وعشان نعمل حمام الميه او نسخن الزيت معاك ميزانك. الميزان ده عشان تظبط بيه الوزن بتاع الزيوت اللي احنا هنستعملها. وعندك الزيوت اللي بتتباع عند العطار بتبقى زي دي كده. ادي ده اللي هو زيت حبه البركه، وده حضرتك وده زيت النعناع. تمام، طبعا مغطيين عشان ما نعملش دعايه لحد. تمام. طيب ادي الكنكه بتاعتنا. تمام، سعادتك هتوزن الزيت الاول. احنا عايزين 40 جرام زيت نعناع و20 جرام زيت حبه البركه. تمام، فاحنا هنفتح الزيوت. تمام، وده زيت النعناع. وطبعا انت حضرتك بتوزن الزيوت. تمام، وتبقى متاكد من الزيوت دي عامه بتبقى 30 مللي، فانت زيت النعناع هتاخد منه ازازه وشويه. فبس بنقول لك هنعملها ازاي. تمام، بس انت المقادير بتاع زيت النعناع ده بيبقى غالبا 30 مللي، فانت هتجيب ازازه او ازازه وشويه. تمام، وزيت حبه البركه هتبقى نص الازازه. تمام، وطبعا معاك ميزانك اللي يثبت لك اذا كنت صح ولا غلط. تمام، وادي زيت حبه البركه. تمام، وهنحطهم في الميه السخنه. هنحطهم سيبهم شويه، وبعد كده انت هتحاول تشوف بصباعك اذا كان الزيت دفي ولا لا. اول ما يدفى الزيت هنبدا نقلبه كويس، لان الزيوت ما بتتخلطش بسهوله. الزيوت لما بتسخنها بتتخلط كويس، ولو سخنتها قوي بتتخلط كويس جدا كمان. تمام، لكن ساعات لما بتسيبها تبرد قوي بتلاقي ساعات ممكن تفصل تاني. فعشان كده احنا كل مره قبل ما نستعملها زي ما احنا قلنا الزيت هتحطه في شويه ميه دافيه لحد ما تحس ان هو دافي. هتقوم تدلك بيه البطانه الإخمصية. هو مش معنى زيت النعناع وزيت حبه البركه، زيت النعناع ميزته ان هو مسكن الالم والعضلات، بينما حبه البركه مضاده للالتهابات وبتحسن المناعه. فاحنا كده عملنا ميكس ما بين تسكين الالم ومضاد للالتهابات. ف كده يبقى احنا النعناع او زيت النعناع الاول هنستعمله يسكن الالم بتاعي، وزيت حبه البركه يبقى مع الوقت يبتدي يشيل الالتهاب. وطبعا هنستعمله بالليل. ليه؟ لان دايما مشكله البطانه الاخمصيه دايما بتبقى في الصباح. فان شاء الله مع الاستعمال ومواظبه الاستعمال مثلا يوميا لحد ما يزول الالم خالص ان شاء الله. ودمتم في صحه وعافيه، واتمنى ان تكون مصداقيتنا وصلت للناس اللي بتسيء الظن بينا. ودمتم في صحه وعافيه، وربنا يشفي كل مريض.